شاء الله في الفيديو ده هنشرح مجموعة من الأوامر ومن التريكات اللي بتفرق معانا كتير في اللاي اوت وفي الفيو بورد وفي الطباعة عموما. أول حاجة لو أنا عندي اللوحة حابب إن أنا أضيف لها فيو بورد، فاختصار الأمر لو قلت له فيو بورد بالشكل ده قلت له أوكي، ببتدي إن أنا أرسم زي ما أنا عايز، مفيش فيها أي مشكلة. مجرد ما بختار يبتدي إن هو يدخلني جوه الموديل بتاعي، وببتدي إن أنا أحدد الجزء اللي أنا حابه إن هو يظهر معايا وحابب إن هو يتطبع معايا. دي كده أول حاجة. تاني حاجة لو انا جوه فيو بورد بالشكل ده، مجرد ما هدوس زوم ان وزوم اوت هو بيتحرك جوه الفيو بورد او جوه الموديل بتاعي، مش بيتحرك بره. فانا لو عايز اطلع الحل ان انا بدوس دبل كليك بره. طيب مش دايما ده الحل ده بيظبط، واوقات الفايل بيبقى معلق وما بيرضاش ان هو ينفذ الامر ده. الحل في اختصار امر بي اس او بي سبيس. لو انا قلت له بي اس، مجرد ما بدوس بي اس هو بيطلعني بره الفيو بورد بالشكل ده. يعني انا جوه الفيو بورد، لو قلت له بي سبيس او بي اس بطلع بره الفيو بورد. طيب تالت حاجة لو أنا جوه فيو بورد معين وحابب إن أنا أظبط السكيل عن طريق القائمة دي، بختار السكيل اللي أنا عايزه وليكن 1:25 أو أي سكيل مفيش فيه أي مشكلة، أو 1:20. طيب لو أنا عايز أضيف سكيل مش موجود هنا مثلا، من أمر كاستم بقول آد، بختار الاسم اللي أنا عايزه، اسم عادي مفيش فيه أي مشكلة وليكن 1:35، ومن هنا بقول له 35. بقى كده السكيل 1:35، بقول له أوكي. لو فتحت هنا هلاقي 1:35، ده ما كانش موجود معايا في الأول، فأنا أقدر عن طريق كاستم وأضيف السكيل اللي أنا عايزه. طيب الأمر الثالث لو انا عندي ده بسكيل وليكن سكيل انا ما اعرفوش او رقم كسور، وعندي ده مثلا بسكيل 1:10 وحابب ان ده ياخد نفس السكيل ده، باستخدام ماتش بروبرتيز ام اي، وبختار الرئيسي بالنسبه لي وبعمل ماتش بالتاني. اول ما بخش جوه تاني خلاص هو خلالي ده بسكيل 1:10، خد نفس السكيل اللي كان موجود هنا. رابع حاجه عندي فيو بورد حابب ان هو يكون شكله مش مستطيل، يعني ان انا شكل فيه زي ما انا عايز. طيب ازاي ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده؟ لو مثلا عندي الفيو بورد ده، كليك يمين فيو بورد كليب، واختار من هنا بوليجون، اختار بقى الستارت ولتكن دي الاند بالنسبه لي، امشي بقى زي ما انا عايز، بشكل الفيو بورد زي ما انا عايز. لو قلت له كلوز خلاص هو بالنسبه لي بقى ده الفيو بورد بالنسبه لي، فاقدر ان انا احط جواه مثلا الاليفيشن والكروس سكشن زي ما انا عايز. دي مجموعه من الاوامر ان شاء الله هتسهل عليك الشغل في الطباعه والفيو بورد.